الماوس ده هو اللوجيتك الجي 309 اللي لو جينا وزناه هنلاقيه تقريبا 85 جرام، وده يعتبر تحديث كويس جدا عن الاصدار اللي فات منه الجي 305 اللي كان وزنه تقريبا 99 جرام. في ناس برضه هتقول لي ان الجي 309 لا يزال وزنه تقيل، لان في ماوسات تانية في السعر بتاعه وزنها في حدود تقريبا من 65 ل 70 جرام. وعاوز اقول لك الصراحه ان انت عندك حق، ولكن انا لاحظت حاجه غريبه. لو جبت الماوس كده وفكيت الغطا بتاعه وشلت منه الحجر ووزنته لوحده من غير الحجر، هتلاقي ان الماوس تقريبا وزنه يدوبك 61 او 62 جرام. فلقيت فرق الوزن كبير، فوزنت الحجر لوحده لقيته تقريبا 23 جرام، وزن مبالغ فيه. فالماوس الصراحه وزنه لوحده ممتاز، ولكن انا هستخدمه ازاي من غير الحجر؟ ولقيت حل فعلا، ولكن حل غالي شويه. لوجيتك عندها ماوس باد اسمها الباور بلاي 2، والماوس باد دي بتقدر تخليك تستخدم الماوس بشكل وايرلس، بمعنى صح بتنقل له طاقه بشكل وايرلس، وده بيتم من خلال الدايره اللي موجوده في الماوس من تحت. الجزء ده بيتشال وبيركب مكانه الكويل بتاع الشحن اللاسلكي. لما بيركب مكانه وتحط الماوس على الباد دي هتلاقي الماوس بيشتغل من غير الحجر، وده الصراحه ممتاز لان الماوس من غير الحجر وزنه تقريبا 63 جرام. بس الصراحه الحل ده ما عجبنيش، لان الباور بلاي بتاعت لوجيتك دي سعرها غالي جدا، وانا صراحه مش عاوز ادفع اكتر من 20 جنيه. فعملت التالي، جبت الحاجات دي كلها، كل دي حجاره مختلفه، وقلت اشوف وزن الحجاره دي كام. وزن الحجر اللي جاي مع الماوس هو 23 جرام، وده بالمناسبه حجر الكلاين عادي اللي هو لما بيخلص بترميه وبتجيب غيره. ولكن لما جيت قست وزن حجاره تانية انرجايزر مثلا نفس الوزن 23 جرام، جبت انرجايزر بيتشحن ده وزنه مبالغ فيه 28 جرام تقريبا، وبعد كده جبت حجر توشيبا، فوجئت ان وزنه يدوبك 16.5 تقريبا، وده فرق كبير جدا. فجربت حجر تاني اسمه كاميليون، لقيت وزنه يدوبك 13.9 جرام. فتخيل من 13.9 لتقريبا 23 وزن الحجر اللي جاي مع الماوس. فسألت نفسي هو الماوس هيبقى وزنه كام مع اخف حجر موجود معانا وهو الكاميليون ده؟ فجبت الماوس ركبت فيه الحجر زي ما انتم شايفين، يدوبك 75 جرام، يعني فرق تقريبا 11 جرام او 10 جرام عن الوزن الاولاني. وزن ممتاز، ولكن برضو انا كنت طماع شويه، فقلت طيب لو جبنا حجر صغير اللي هو الحجر الريموت، يا ترى وزنه هيبقى عامل ازاي؟ جبت الانكر وجبت التوشيبا. الانكر وزنته لقيته تقريبا 11.7 جرام، وزنت برضو التوشيبا لقيته يدوبك 8.5 جرام بس، فده وزن ممتاز. بس برضو التوشيبا ده حجر ريموت اللي هو الحجر الصغير، لو انا جبته وحطيته في الماوس هتلاقي ان الحجر بيلق في الماوس، يعني مش هينفع. فقلت اعمل حل بلدي شويه علشان الحجر يشتغل. عملت ايه بقى؟ جبت حته ورق فويل صغيره قوي زي ما انتم شايفين، وحشرتها هنا علشان بس الماوس الحجر يعني يلمس في مكانه صح. وقلت تعالى نشغل الماوس، اشتغل معايا. قلت حلو قوي، رحت مركب الغطا ووزنت الماوس. وهنا بقى لحظه الحقيقه، الماوس وزنه يدوبك 70 جرام و9، وزن ممتاز. لو قارنته مع الوزن الاولاني اللي كان 85 جرام، فاحنا هنا بنتكلم عن فرق تقريبا 15 جرام. لكن الصراحه الموضوع ده مش بروفيشنال قوي. ليه؟ لان انت ببساطه الماوس او الحجر اللي جوه ده لو اتحرك جامد وانت بتستخدم الماوس، الصراحه ده هيعمل لك مشكله، وهتلاقي ان الماوس فصل منك وانت بتستخدمه. فقلت ادور على حل اكثر اعتماديه، ولقيت ان في كونفرتر بيتجاب عشان يحول الحجر الريموت اللي هو مقاس AAA للحجر اللي مقاس AA اللي هو الحجر القلم العادي، وده لقيته بيتباع على علي اكسبريس بسعر قليل جدا. وفي برضه حل تاني ممكن تعمله، وهو ان انت ممكن تجيب حجر ليثيوم مقاس AA، ده بيبقى فيه منه نوع بيتشحن ونوع مش بيتشحن، ولكن ده يعني وزنه هيبقى اقل شويه، ولكن برضه سعره مش هيبقى حلو على المدى الطويل. لما تستخدم حجاره كتير ده مش هيبقى افضل حل. فانا في اعتقادي ان الكونفرتر بتاع المقاس من AAA AA ده انسب حل عشان تخلي الماوس ده في اقل وزن ممكن. خلاص كده عرفنا كل حاجه عن وزن الماوس وازاي نقلله. خلينا بقى نتكلم شويه عن تجربه الماوس نفسه. في البدايه خليني اقول لك ان الماوس ده مهم جدا للوجيتك، لانه تحديث للجي 305، واحد من اكتر ماوسات لوجيتك مبيعا بسبب الحركه الصايعه اللي عملتها. في 2018 لما نزل الجي 305 الماوس ده وقتها كان تسعيره $60، اللي هم وقتها كانوا بيساووا 1000 جنيه. يعني يا ريت الايام دي ترجع تاني.
بس المهم الماوس ده لما نزل كان تسعيره حلو قوي وخلى الماوس ده يبيع او يعمل مبيعات كويسه جدا، ولكن لوجيتك عملت حركه في منتهى الصياعه. لما جت نزلت الماوس ده بشكل رسمي في مصر ما نزلتوش ب 1000 جنيه، نزلته ب 600 جنيه وهو اقل من سعره العالمي بفرق ملحوظ. الكلام ده خلى الماوس يطير في المبيعات ويبقى هو المتربع على الفئه السعريه بتاعته، لان ما كانش فيه ماوس تاني بيقدم تجربه وايرلس محترمه زي الماوس ده في نفس سعره. لكن خليني اقول لك في الاول ان الماوس ده بشكل عام حجمه يعتبر متوسط ومقارب لحجم ال 305، وهتلاقيه كمان بنفس عدد الازرار. ولكن الماوس ده حصل فيه تحديثات عن ال 305. اولهم هو ان الخامات بتاعته بقت احسن، الماسكه بتاعته في الايد بقت افضل، ولكن برضه لا يزال الجريب بتاع الماوس مش افضل حاجه زي ما كان موجود مع ال 305 اللي قبله. ولذلك لوجيتك حاطه معاه في العلبه زي ستيكر كده جريبي هتلزقه على الماوس يخلي الجريب بتاعت الماوس احسن بكتير. وبالمناسبه العلبه هتلاقي فيها الستيكر ده والماوس بالدونجل بتاعه والحجر، وكمان واصله علشان تقدر تقرب الدونجل من الماوس. في كمان حركه روشه عاملاها لوجيتك في الماوس هنا، وهو ان الظهر بتاع الماوس كله والحته اللي تحت الازرار بتاعته قدام، الحتت دي هتلاقيها شفافه بشكل نسبي، ويمكن الشفافيه بتاعتها هتلاقيها ظاهره بشكل اكبر في اللون الابيض، اللون الاسود مش هتلاقيها ظاهره قوي. فدي حركه روشه برضه عاملاها لوجيتك بتدي المنتجات بتاعتها طابع مختلف. ولكن مجرد ما تمسك الماوس وتدوس على الازرار بتاعته هتلاحظ ان الكليكات بتاعت الازرار دي كليكي وكريسبي جدا، تحس ان صوتها عالي والفيدباك بتاعها كمان عالي. الكلام ده مكمل برضو على الزرار بتاع الدي بي اي سايكل والازرار اللي على الجنب بتاعه الباكورد والفورورد. وبالرغم من ان الصوت والفيدباك بتاع الازرار دي كان عاجبني جدا، ولكن خد بالك من حاجه هنا، ان مش كل الناس هتحب الصوت العالي بتاع الازرار. انا حبيت انبهك، هو بالنسبه لي تمام، بس لو انت ما بتحبش الصوت العالي فخد بالك من النقطه دي. اما السكرول ويل فهي الصراحه الحاجه اللي ما عجبتنيش، لان الكليكات او التكات بتاعتها هتلاقيها ناعمه جدا، يعني تحس كده كانها كانت مستعمله. انا الصراحه كنت عاوز ان الكليكات بتاعتها تبقى انشف شويه عشان تبقى متناسبه مع الفيدباك القوي بتاع الازرار بتاعه الماوس. اللي لوجيتك عملته انها استخدمت سويتشات مختلفه في الماوس ده اسمها لايت فورس هايبريد سيستم. السويتشات دي عمرها اطول بكتير لانها بتشتغل بشكل اوبتيكال، فبالتالي كمان زمن الاستجابه بتاعها احسن بمراحل، وبرضه هتلاقي فيها ميكانيزم ميكانيكال هو اللي بيديك الصوت التكه والفيدباك بتاع دوسه الزرار نفسه. فالزرار كده هايبريد بيجمع ما بين الاثنين. اما بخصوص اهم حاجه في الماوس الا وهي السنسور، فالسنسور اللي موجود هنا هو الهيرو 25K، والسنسور ده هو نفس السنسور المستخدم في الجي 502 اكس اللي هو يعتبر من فئه اعلى. فحلو جدا لوجيتك استخدمته في الماوس ده، وبرده ده يعتبر ابجريد كبير جدا عن الهيرو 12K اللي كان نازل مع الجي 305. عموما السنسور ده تجربته محترمه جدا، خصوصا مع الجيمرز اللي بيلعبوا العاب الشوتينج. وكمان البولينج ريت بتاع الماوس هنا هو 1000 هرتز، فبالتالي مفيش اي تاخر اطلاقا في زمن الاستجابه. بس عاوز اقول لك ان البولينج ريت العالي ده مش بيشتغل غير لو انت موصل الماوس من خلال الدونجل ال 2.4 جيجا هرتز، انما الماوس ده بما انه فيه بلوتوث فصراحه لو شغلت على البلوتوث اخرك في البولينج ريت 125 هرتز، وده المعتاد في اي ماوس بلوتوث هتلاقي البولينج ريت بتاعه قليل. لو بصيت برده جنب السنسور هتلاقي زرار اللي بيعمل اون واوف، وهتلاقي كمان برده زرار تاني اللي بيحول ما بين ان الماوس يكون متوصل بالدونجل اللي جاي معاه او من خلال البلوتوث. وبالمناسبه موضوع البلوتوث ده جديد مع 309 لان ال 305 ما كانش فيه بلوتوث اصلا، فده يعتبر ابديت كويس جدا. برده في الماوس من تحت هتلاقي الرجلين البي تي اف اي، وهتلاقي الدايره اللي موجوده تحت دي واللي هي بتاعه ميزه الباور بلاي بتاعت لوجيتك اللي بتخليك تستخدم الماوس ده بشكل لاسلكي، واللي اتكلمت عليها برضو في اول الفيديو. ولو هتسالني هل في مكان للدونجل بتاع الماوس ده علشان اقدر احفظه جوه الماوس نفسه، الإجابة هنا بس المكان غريب شوية. المكان ده في الظهر بتاع الغطا بتاع الحجر، هتلاقي فيه مكان صغير كده ممكن تحط فيه الدونجل. بشكل عام تجربة الماوس هنا كويسة جدا، الكليكات بتاعته عالية وواضحة، وكمان حركة الماوس نفسها سلسة، السنسور بتاعه ممتاز، وكمان عندك الكونكتيفيتي بتاعته ممكن توصله من خلال الدونجل أو حتى من خلال البلوتوث. فالماوس إجمالا بيقدم تجربة شبه متكاملة، ولكن التجربة دي مش هتكتمل إلا من خلال السوفت وير العظيم بتاع لوجيتك الجي هاب. والسوفت وير ده ممكن يحول لك الماوس ده لأداة خارقة ممكن تعمل بيها مليون حاجه. اولا زرار الدي بي اي ده انت ممكن تخليه يعمل سايكل ما بين درجات دي بي اي مختلفه، وبتقدر تحدد درجات الدي بي اي دي من خلال البرنامج نفسه، بل انك كمان هتلاقي في البرنامج بريسيتس لدي بي ايز مختلفه على حسب الاستخدام بتاعك. وممكن تشوف الدي بي ايز اللي عاملها ناس في الكوميونتي بتاع لوجيتك وتنزلها عندك، او حتى ممكن تشير الدي بي اي سيت اللي انت عاملها. عاوز اقول لك برضو ان الازرار بتاعه الماوس انت تقدر تخصصها تعمل اي حاجه انت عاوزها، سواء الحاجه دي امر معين في السيستم او زرار معين
على الكيبورد او حتى ماكروز انت ممكن تسجلها من خلال البرنامج. وكل الاختصارات اللي انت عاملها دي انت ممكن تخليها تتغير لما تيجي تحول على برنامج تاني. يعني على سبيل المثال ممكن تخلي ازرار معينه تعمل وظيفه معينه وانت فاتح فوتوشوب، ممكن لما تروح على كروم تلاقي الازرار دي بتعمل وظيفه تاني انت اللي بتحددها، ولما تروح على برنامج ثالث تعمل وظيفه ثالثه. فالماوس هنا تقدر تخليه يتكيف على حسب الاوامر اللي انت محتاجها على كل تطبيق انت تشتغل عليه. فدي صراحه حته تخصيص يعني محترمه جدا. كمان عاوز اقول لك ان في مستوى اعلى من التخصيص اسمه جي شيفت، والمستوى ده بصراحه بيخليك ان انت تعمل اختصارات غريبه كده بالماوس. ببساطه انت بتحدد زرار معين بيفعل وضع الجي شيفت، والزرار ده لما بتدوس عليه مع زرار تاني موجود في الماوس تقدر تخليهم يعملوا اختصار معين انت اللي بتحدده. يعني على سبيل المثال انا مخلي الزرار بتاع جي شيفت هو الدي بي اي سايكل، وبخلي ان انا لما ادوس معاه زرار الباكورد او الفورورد يبداوا يعلوا ويوطوا الصوت. فانت ممكن تعمل من الاختصار ده مليون حاجه تاني عشان تقدر تخصص استخدامك زي ما انت عاوز. واخيرا اجمل شيء موجود في الماوس ده هو ان كل الاختصارات والتخصيصات اللي انت هتعملها دي مش مضطر تعملها على جهاز صاحبك لما تاخد الماوس معاك وتروح تستخدمه، وده لان الماوس فيه حاجه اسمها اون بورد ميموري، دي بتقدر تخزن عليها كل الاعدادات والتخصيصات بتاعتك علشان لما تنقل الماوس ده على جهاز تاني يبقى شغال بالاختصارات اللي انت عاملها. نيجي بقى لاخر حته في الريفيو، هل الماوس ده تجربته كامله كده ما فيهوش عيوب؟ الاجابه قطعا لا، اكيد في عيوب. واول عيب هو الوزن اللي اتكلمت عليه في اول الفيديو وقلت لكم الحلول بتاعه المشكله دي ممكن تبقى عامله ازاي. تاني حاجه ودي قلت عليها من شويه وهو صوت الكليكات العالي بتاع الماوس، زي ما انتم سامعين كده صوتها عالي شويه، ففي بعض الناس ممكن تتضايق من الموضوع ده فحبيت اذكره للمره الثانيه. اما بخصوص السعر فالماوس ده ممكن يبقى غالي شويه، لان الماوس ده تسعيره في مصر هنا 3500 جنيه اللي هم بيعادلوا تقريبا 70 دولار، وده السعر العالمي بتاع الماوس. ولكن فاكرين الحركه اللي انا قلت لوجيتك عملتها مع الجي 305 لما نزل، لما سعرته في مصر اقل من سعره العالمي؟ يعني انا كنت اتمنى ان ده يحصل ولو بنسبه بسيطه مع الجي 309. لكن في النهايه خليني اقول لك ان اي منتج هتشتريه من لوجيتك في مصر هنا عليه ضمان 2 سنين استبدال ضد عيوب الصناعه، طالما ان انت مشتري المنتج ده من الوكيل زي سيستم ماكس او نيكست هاب او مشتريه من موزع معتمد. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن اللوجيتك الجي 309. الصراحه انا عجبني اللون الابيض اكتر من الاسود، تحس التفاصيل بتاعه الماوس باينه فيه بشكل اكبر. قولوا لي لو انتوا هتختاروا في التعليقات هتختاروا انهي لون فيهم. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الماوس. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك كومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.